بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه. صدق الله العظيم. أهلا بيكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. هنحل مع بعض تمارين الكتاب المدرسي على درس خسوف القمر. السؤال الأول بيقول: اختر الإجابة الصحيحة للأسئلة من 1 ل5. الأشكال التالية توضح هيئة القمر في 4 توقيت أو مواقيت مختلفة في أحد البلدان. ده كان شكل القمر في 1 شهر يونيو. كان ده القمر بنسمي هذا الطور محاق، بيبقى في نهاية الشهر القمري. يعني بعد 1 يونيو القمر دخل بقى في مرحلة الهلال الأول. في 8 يونيو كان القمر بهذا الشكل، كان نصه اليمين هو اللي مضاء، وده يبقى في مرحلة التربيع الأول. احنا قلنا لما نصف وجه القمر بيبقى مضاء بيبقى مرحلة التربيع، ولما النص اليمين بقى بيبقى تربيع أول، أما النص الشمال بيبقى تربيع تاني. هنا وجه القمر كله مضاء، يبقى أكيد ده كان فطور البدر. وهنا في 23 يونيو نص وجه القمر الشمال كان هو اللي مضاء، يبقى ده تربيع تاني أو تربيع أخير. ما هيئة القمر في 3 يونيو؟ يعني لسه في بداية الشهر. احنا قلنا كل طور من أطوار القمر بي آه، بي بي بيستمر تقريبا عشان يكمل هذا الطور 3 أيام ونص، فبالتالي كان في مرحلة الهلال الأول، اللي هو لما ربع وجه القمر اليمين يكون مضاء، أو جزء صغير من وجه القمر اليمين بيكون مضاء، وبالتالي هتبقى الإجابة عندنا الإجابة د. أما هنا ربع القمر اليمين هو اللي مضاء، ونص وتلات ارباع القمر هو اللي مضاء. ربع القمر اليمين مظلم، وتلات ارباع القمر هو اللي مضاء. تلات ارباع الشمال يبقى ده احدب ثاني، وده بيتم دائما في النص الثاني من دورة القمر، تقريبا في 21 من الشهر القمري. اما هنا التلات ارباع اليمين من وجه القمر هو اللي مضاء، ده اكيد ده احدب اول، وده بيتم تقريبا يوم 11 في الشهر القمري. اما الشكل رقم ج، ده ربع القمر الشمال هو اللي منور، يعني جزء صغير من القمر هو اللي منور بس من ناحية الشمال، وبالتالي ده هيكون الهلال الثاني، لأن الهلال الأول أهو في بداية الشهر القمري، وهي الإجابة الصحيحة. فبالتالي الإجابات دي كلها إجابة خاطئة. ما الفترة الزمنية بين طوري البدر والمحاق؟ طبعا البدر بيبقى في منتصف الشهر القمري، والمحاق في آخره، وبالتالي الفترة الزمنية بينهم هتكون 15 يوم. عندما يكمل القمر الربع الثاني من دورته يصبح في طور. الربع الثاني من دورته يعني تقريبا هيكون في نص دورته. الربع الثاني من دورته يعني يكون أكمل نص الدورة بتاعته الكلية. ما دورة القمر بنقسمها لأربع تربع، بيبقى الربع الثاني يعني أكمل نص دورته، وبالتالي هيكون في طور البدر. ربع الثاني يعني ربعين يعني نص، يبقى القمر هيكمل نصف دورة. السبب الرئيسي لحدوث خسوف القمر هو، احنا قلنا السبب الرئيسي ان وقوع الارض بين القمر والشمس، ومش كده وبس، وقوع القمر في منطقة
ظل الأرض، أو جزء منه طبعا في منطقة ظل الأرض. وبالتالي دوران القمر حول الأرض دي إجابة خاطئة. دوران الأرض حول الشمس برضو. وقوع القمر بين الشمس والأرض ده إجابة خاطئة. يبقى القمر في مرحلة المحاق. وهنا وقوع الأرض بين الشمس والقمر هي الإجابة الصحيحة. يحدث خسوف القمر الجزئي عندما يقع القمر في منطقتي الظل وشبه الظل. فعلا إجابة صحيحة. يقع القمر في منطقتي شبه ظل الأرض. أدي ظل الأرض، فلما يقع ما بين المنطقتين المنطقتين دول صعب هيقع في منطقتي شبه ظل الأرض مرة واحدة، وبالتالي هيكون نص القمر أو جزء منه في منطقة الظل. ده صعب إنه يحصل أو مستحيل، وبالتالي إجابة خاطئة. خسوف الجزئي عندما يقع جزء من القمر في منطقة الظل والجزء الثاني في منطقة شبه الظل. يكون القمر في طور الهلال، وطبعا ده ملوش علاقة بخسوف القمر بتاتا. يكون القمر في طور المحاق كذلك. احنا قلنا ان يحدث خسوف القمر الجزئي عندما يكون القمر في طور البدر، ويقع في منطقة ظل الأرض. أو طبعا لو خسوف جزئي هيبقى في منطقتي الظل وشبه الظل. من الشكل المقابل، ما اسم المنطقة الواقع فيها القمر؟ طبعا ادي منطقة ظل الارض بالكامل، يبقى المنطقة اللي واقع فيها منطقة ظل الارض. اما هنا المنطقة دي شبه الظل، والمنطقة دي شبه الظل، دي ودي. ما الظاهرة التي يعبر عنها الشكل؟ طالما القمر هنا بيقع في منطقة الظل بالكامل، يبقى الظاهرة دي ظاهرة الخسوف الكلي للقمر. ما النتيجة المترتبة على تساوي زمن دورة القمر حول محوره مع زمن دورته حول الأرض؟ أدي مدار القمر حول الأرض. أدي القمر مثلا، طالما القمر بيدور بنفس السرعة حول محوره مرة كل 29 يوم ونص، وحول الأرض برضو مرة كل 29 يوم ونص، وبالتالي هيكون الجزء، أنا محدد اتجاهات القمر قدامك، هيكون الجزء اللي مواجه للقمر هيرى سكان الأرض جزء واحد فقط من القمر طول الوقت، مش هيروا غيره من ساعة ما طبعا خلق الله السماوات والأرض. وبالتالي هيكون هنا لما يكون في هذه المنطقة برضه هيكون جزء واحد بس مواجه للأرض، وبرضه لما يكون في المنطقة دي جزء واحد بس اللي أنا معلم اتجاهاته. وبالتالي هو بيدور حول محوره، في نفس الوقت بيدور حول الأرض بنفس السرعة، وده بيؤدي تساوي السرعتين، سرعتي الدوران. ده هيؤدي ان سكان الارض هيروا نفس الوجه دائما من القمر، ولا يرون الوجه اخر نهائيا، الا اذا حد طلع بقى في الفضاء وبص للوجه الاخر. وده اللي حصل في اول رحله استكشافيه، رحله ابولو للقمر. طلعوا بقى رواد الفضاء على الوجه الاخر اللي احنا ما بنشوفوش هنا على كوكب الارض خالص. السؤال اللي بعد كده، من الشكل المقابل، هل الكرة شفافة أم معتمة؟ مع التفسير. طبعا الكرة لو شفافة ما كانش هيظهر ظل ليها على الحائل، يبقى أكيد طالما ظهر لها ظل يبقى أكيد معتمة، لا تسمح بمرور الأشعة، أشعة الكشاف الضوئي. يبقى احنا كده فسرنا، يبقى الكرة معتمة لأن ظهر ليها ظل على الحائل، والكرة حجبت أشعة الكشاف
الضوئية من الوصول إلى الحياة. كيف يمكن زيادة مساحة الظل بطريقتين مختلفتين؟ طبعا زيادة مساحة الظل بتقريب الكشاف للكرة، ادي طريقة، او بتقريب الكرة للكشاف، ادي طريقة اخرى، او في طريقة تالتة بقى هو ما قالكش عليها او ما قالكش اذكرها، بابعاد الحائل عن الكرة. يعني ادي امتداد الظل، كل ما الحائل يكون بعيد كل ما منطقة الظل تكبر او مساحة الظل تكبر. وضح وجه الاختلاف بين طور المحاق وطور البدر. طور المحاق بيكون الوجه المواجه لكوكب الأرض مظلم تماما، أما طبعا الوجه المضيء بيكون مواجه للشمس. وبيحدث طور المحاق لما يكون القمر واقع ما بين الأرض والشمس. أما في طور البدر بيكون الوجه المواجه للأرض مضيء تماما وبالكامل، وبيحدث هذا الطور لما بتقع الأرض ما بين القمر وما بين الشمس بالشكل ده. احنا قلنا ده الشمس ودي الأرض وده القمر. القمر هنا الأرض هنا ما بين القمر وما بين الشمس، وبالتالي بيحدث هنا طور البدر، بس ما بيكونوش على خط واحد. احنا قلنا بيكونوا مستوى دوران القمر حول الأرض بيميل طبعا بزاوية على مستوى دوران الأرض حول نفسها، أو حول مستوى دوران الأرض حول الشمس. فبالتالي الشعاع اللي هيسقط على القمر هينعكس ويرتد على الأرض. ده في طور البدر. أما في طور المحاق بيكون القمر ما بين ال ال الشمس هنا والأرض هنا، وبالتالي بيكون الوجه المقابل للأرض مظلم تماما، والوجه المضيء احنا مش شايفينه كده كده، يعني لأنه مواجه للشمس. السؤال اللي بعد كده: لماذا لا يكون القمر دائما في حالة خسوف كلما كان بدرا؟ ادي الشمس وادي الارض، وطبعا الارض في طور البدر هتكون ما بين القمر وما بين الشمس، فهيبقى هنا القمر. وبالتالي زي ما قلت لك الشعاع اللي هيسقط على القمر هينعكس على الارض، لان هما اللي التلاتة او القمر والارض مش في مستوى واحد. لو انت بصيت من الفضاء هتلاقي ان القمر يعلو عن مستوى الارض او منخفض عنها، وبالتالي هيقدر يعكس ضوء الشمس اللي واصل له بسهولة بالكامل. وده بيحصل زي ما قلت لك، او زي ما قلت لك ان مستوى دوران القمر حول الارض بيميل بزاوية 5 درجات على مستوى دوران الارض حول الشمس. بس بقى لو تصادف وجم التلاتة في خط واحد او في مستوى واحد، ده بيحصل ده في السنة قلنا مرة او مرتين، بيحصل خسوف بقى كلي او خسوف جزئي للقمر، لان في هذه الحالة كل الاشعة الضوئية او بعضها الساقطة على القمر بتحجزها الارض. وبكده نكون خلصنا تمارين الكتاب المدرسي على درس خسوف القمر. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.